بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الأعزاء. اليوم جبنا لكم فيديو وبرضه تابع للفيديو اللي نزل اللي هو السابق عن سلسلة الكهوف. اليوم جبنا لكم فيديو جديد وكذلك نكمل لكم هذه الخريطة مثل ما تشوفون، واخترنا اليوم اللي هو دحل الشويمة. طبعا حنا صورنا قبل كذا بدحل الشويمة وكان من أعجب الكهوف اللي مرة فريق منص. فاليوم مثل ما شفتوا بداية هذا الفيديو شرح مبسط عن هذا الدحل أو طريقة النزول له، فخلونا نتكلم معكم بالمختصر المفيد وعلى السريع عن دحل الشويمة. سبحان الله، هنا الأرض مليانة شوك اللي هو نبات السعدان، وموجودة الحفرة هذه. سبحان الله، الحفرة هذه مجهولة المصدر وغريبة وعجيبة جدا. واتذكر أن الحفرة هذه بدحل الشويمة لما جيناه وكنا بعز الصيف، لكن العجيب لما جينا هذا الدحل كان الدحل بارد جدا ويتوفر داخله الماء كذلك بارد. فسبحان الله، تخيل بعز الصيف تدخل دحل فتعثر على الماء وتحصل أشياء عجيبة جدا، تنزل من حفرة لحفرة وتدخل زي الأنبوب ثم تنزل مرة ثانية. كل هذا سبحان الله موجود في دحل الشويمة. بهذا الفيديو خلونا نتعرف على هذا الدحل ونشوف الفيديو معنا. طبعا مثل ما تشوفون هذا الدحل وهذا شكله، وهذه شكل الفوهة حقت الدحل. سبحان الله، وكأنه مجرى السيل أو أنه تلتهم السيولة اللي تجي وقت الشتاء أو وقت الأمطار. طبعا الدحل حنا سميناه الشويمة بالعنوان حق الفيديو، ولا اسم الدحل يختلف عن اسم اللي حنا اخترنا العنوان فيديونا، لأن ما نبي الناس تخرب هذا المكان وما ذكرنا يعني اسم الموقع بالتحديد عشان ما حد يجي يخربه. انتم عارفين الناس كثيرة تجي كشاشات وبعضها يقرط كفرات ويقرط أغراض داخل هذا الدحل، فما ذكرنا اسم الموقع. لكن خلونا ناخذ اللي مثل ما قلنا لكم الدحل وكيف تفاصيله من الداخل. طبعا أول حاجة مثل ما تشوفون الدحل من فوق هذه الحفرة، هذا جابر طلع منه داخل عميق جدا يقول، ونبي ندخل عنده الآن. الخطة هي كالتالي: وضع الحبل على شكل سلم مشان ينزلون عيال داخل. طبعا بنحاول ننزل كلنا لأن الطريق أمان بإذن الله. ها؟ وكذلك الحفرة هذه سبحان الله حنا ربطنا حبل عشان نقدر ننزل معه، لأن النزول كأنه عمودي وفيها زي الغرفة الصغيرة داخل هذه الحفرة. عقب ما تنزل مع الحفرة هذه تحصل غرفة صغيرة تتسع تقريبا 10 أشخاص. الآن تجهيزات الفريق للنزول بإذن الله. خل جابر يعدل الكفر سهل لنا. اي انا معي كشاف عقارب، انا ما معي كشاف. الحبل سهل، الحبل اسهل. ها بغيت اطبق الاسطوره. ايوه تجيك نحن. ايوه هذا الحبل نزلناه واستناه. الان بنستقبل الحبل الثاني ان شاء الله نتوفق بالنزول للفوهة الثانيه. يبي عامر ينطق بهذا. وبالفيديو هنا ربطنا الحبل ثم شديناه ولين داخل الحفرة، وبدأوا ينزلون الشباب واحد ورا الثاني، ثم نزلت أنا معهم داخل هذه الحفرة. فلاحظت سبحان الله الحفرة هذه من الداخل أول مربع أو أول صندوق دخلناه ما في كتابات على أطراف الدحل من داخل، يعني كأن الناس اللي تدخل هذا الدحل أو اللي تدله قليلة، يعني اللي تعرف مكانه قليلة، ومعظم اللي جو هنا ما كان يعني معهم أشياء تخرب. فالحمد لله ما حد خربه وكان الدحل نظيف من الكتابات. سبحان الله، حنا بالمكان هذا لاحظ عيال برضو ان في حفرة ثانية تنزل الغرفة ثانية، يعني توديك الغرفة ثانية غير الغرفة اللي حنا دخلناها. فكان النزول بهذه الغرفة كان صعب مرة، وحبلنا حنا اللي حنا مادين يعني ما يوصلك داخل لنهاية الحفرة، لأن فيه لما كنا نسطع داخل الكشاف، لما كنا نسطع داخل الغرفة هذه بالكشاف كنا نشوف ان فيه نزول ثاني. فقلنا بنربط الحبل الحين قبل نرميه داخل الحفرة أو قبل ننزل. العقبة عندنا ابو ليث. ها العقبة النزول من هنا بس. صعبة ولا؟ لا في نزول. إذا نزلنا من هنا النزول من هنا، الطريق من هنا، النزول من هنا هذا اصعب شيء. سهل. احنا لا سهل من داخل سهل. طيب اعطونا حبل، اعطونا حبل خلينا ننزل. أفضل طريقة خلينا نشوف ردد بعد طريقتها. سمان عندك تصور انت بعد؟ ها؟ حاول تصور جوالك. بدأت ساعته. لا ما بدي.
خلاص فكت منها. انكسر. ايوه. اوه لا ما عليك، ما بخطوه. فنحش جابر يلا. بصارة خطوتك انتبه له. الان ابو ساره ينزل، طبعا تشوفون جابر نزل. راعي خطوتك تحت، وين الضغط؟ ها الحين احنا تقريبا قطعنا يمكن 10 امتار منها انتبه بصارة. ها بالنقطة هذه. لا والله يمكن 10 ما توصل 15، لكن عند عيال هنا ورا ما ادري كم طوله. بس سريع منصور. ها. فربطنا الحبل، عوزناه حبل ثاني او زودناه ونزلناه بالحفرة الثانية. الحفرة الثانية كانت عمودية ثم منحنية بزاوية 45 درجة، يعني صعبة كأنك تتسلق جبل ثم ترقى، اللي هي الحفرة هذه العمودية. فنزلنا مع الحفرة الثانية وكانت أطول من الحفرة الأولى، ثم نزلنا بالشكل المتدرج يعني على شكل جبل، ثم تجيك الغرفة الثالثة اللي هي على شكل مربع، أو الثانية الغرفة الثانية اللي تجي على شكل مربع. العجيب أن في هذا المكان سبحان الله كان فيه طرف على نفس الصندوق هذا والمربع هذا. الطرف هذا كان مليان ماء، يعني سبحان الله والله اني توقعت انك تلقى يعني الدغاليب وغيرها من الكائنات اللي تعيش بالماء مثل الدغاليب بعض الحشرات، لكن سبحان الله هالمكان بارد مرة وكان صافي بالمرة ونظيف. يعني حتى لما جاء رداد يصور الماء كان يقول رداد الماء هذا يمكن صالح الشرب. تعالوا مصمد الماء هذا هو. اوف عنقبوت. ظهر النسام هذا. برودة الكهف الحين. وذاك عيال والله يا منصور بارد الكهف من هنا. راح علمه شفتوا؟ المنطقة هذه شوف الماء هنا. هنا في مصب ماء. المنطقة هذه أمان للشخص الضايع على حرارة هذه، على الصيف هذا لا قدر الله طاح بكهف زي هذا راح يقدر يعيش بالكهف هذا، متوفر به موارد الحياة. الماء شلون ننزل انت؟ زود عن ذلك البرودة. في ماء اي والله صحيح، اي والله هذا ماء ها، وهذا ماء. في تشويش والتصوير. كيف النزول من هنا يا؟ صح. شوف من داخل هذا هو. نزول ما في نزول من هذا. ما توقع ننزل حتى ابى اشوف الماء هو بارد ولا لا. يا عيال برودة الماء لاحظتوا علي ولا لا؟ وراك ادخل قدام. والله اتوقع انك تقدر تشرب منه ماء. يا ولد ورا. سبحان الله عيال لما كانوا بالنقطة هذه نفسها عند مربع كبير مرة، هالمرة عكس يعني مو هو نفس اللي قبل شوي كانت حفرة ثم صندوق، لا المرحلة الثالثة كانت صندوق ثم حفرة صغيرة على الطرف. سبحان الله الحفرة ما وضحوها الشباب زين، لكن أنا أذكره كانت حفرة كبيرة، وعلى طرف الحفرة من الجهة الثانية موجود زي الأنبوب أو زي الزحليقة اللي تكون بالملاهي، كانت نفس الأنبوب داخل الحفرة وطويلة واضح ندخل معها الضوء، احنا ما ندري وين ممتدة بالضبط أو وين توصل بالضبط. فالحبل اللي معنا كان ما يوصل لهذه النقطة، يعني حتى لو وصلنا الأنبوب اللي نازل هذا كان ما يوصل أبدا. فوقفنا عند هذه النقطة وطلعنا من الكهف هذا تدريجي. الحين بوريكم خريطة على السريع. أول خريطة هذا اللي تشوفونه حنا كنا بالأعلى هنا، ثم نزلنا عند منطقة العجلة الصغيرة الكفر هذا اللي صورناه بالفيديو، ثم سبحان الله ربطنا الحبل هنا وشفنا الحفرة الثانية فنزلنا معه لين جينا الحفرة الثانية وحصلنا الماء اللي على الأطراف، يعني بعز الصيف وفي ماء موجود سبحان الله. وبعدها مثل ما قلت لكم الحفرة الثالثة ثم الأنبوب اللي داخله أو حفرة الأنبوب اللي داخل هذه الحفرة. طبعا طلعنا من الدحل وخليناه
لكن والله العظيم كان من أعجب الدحول اللي احنا مريناه. يعني سبحان الله حتى الحبال كانت أيادي الشباب كانت عرقانة، فلما يمسكون الحبل اللي مصمم من البلاستيك كانت تزلق، ما يقدرون يرقون. يعني لو انه قماش الحبل يمكن يقدرون يرقون بالراحة، لكن حبل البلاستيك كان يزلق مرة وما كان يقدرون يمسكون الحبل. هذول العيال طلعوا ولله الحمد. يا شباب الآن طلعوا عيال سلمان ورداد وبس. بالمختصر مثل ما قلت لكم هذا دحلة شويمة، فيديو بسيط وعلى السريع عن هذا الدحل. ترقبونا بالدحل الجاي أول كهف القادم من سلسلة كهوف عملاقة مربع فريق منص.